ينتقل إلى موضوع آخر وهو العروبة والإسلام. يقول: كلما هممت بالكتابة عن هذا الموضوع أحجمت وقلت في نفسي لقد كتب الكثير حوله، بل قتل بحثا ونقاشا، ولكن ظهور النزعة الإقليمية الحادة في هذه الأيام، وكذلك النزعة العرقية الشعوبية، بعد أن ظننا أنها انتهت إلى غير رجعة بانتهاء الاستعمار القديم الذي أثارها في أوائل القرن الماضي، حاول ذلك في الجزائر والمغرب، اللي هي إثارة النعرات العرقية داخل البلاد الإسلامية. وذلك واضح جدا بين وقت وآخر الكلام على العرق الأمازيغي في بلاد المغرب الإسلامي أو العرق البربري. لازم نفهم كويس جدا كلمة البربر ليست كلمة ذم كما يحاول الغرب يعتبر البربرية نوع من الهمجية والفوضى وكذا. البربر هو ده جنس زي أنواع أجناس البشر المعروفين، فهو جنس الذي كان سائدا في منطقة الشمال الإفريقي الغربي، وهؤلاء كانوا أبطال خدموا الإسلام أعظم الخدمات، وكانوا هم قوام الجيوش التي فتحت بلاد الأندلس، وملوكهم وأمراؤهم من أعاظم يعني الملوك الصالحين العادلين، بل هناك قامت كيانات سلفية في غاية القوة كدولة المرابطين على يد يوسف ابن تاشفين وابنه علي ابن يوسف ابن تاشفين، وكان لهم طبعا أمجاد عظيمة جدا في الأندلس في موقعة الزلاقة. يعني تاريخ طويل المفروض أن احنا نلم بهذا التاريخ ولا نجهله. فالبربر كانوا دائما أبطال يعني الإسلام، وعامة الذين قادوا الفتوحات هم من البربر، فهؤلاء جزء من جسدنا واضح. فالارتباط بالإسلام يلغي هذه الروابط العنصرية المقيتة. فدائما كل من يريد أن يتآمر على الإسلام لابد أن يتآمر على اللغة العربية، وأيضا يتآمر على التمازج الذي وقع بين الشعوب الإسلامية بسبب انصهارها في بوتقة العقيدة الإسلامية وعقيدة يعني التوحيد. حتى هنا في مصر لما في وقت من الأوقات كان في يعني أواخر الثمانينيات أو النصف الثاني من الثمانينيات كان بعض الهيئات العالمية من الأمم المتحدة أو غيرها تأتي وتعمل دراسات مع إخواننا اللي هم أهل النوبة، وخلصوا من هذه الدراسات إن أهل النوبة هذا عنصر أصله يهودي، وأنه لا يمت إلى العروبة بصلة ونحو ذلك. فتسليط الضوء على هذه الأشياء لأجل التقسيم وتفتيت وتنفيذ سياسة فرق تسد، لأن هذا يضعف الرابطة يعني الإسلامية بين الشعوب الإسلامية. في الجزائر والمغرب نشط الأعداء جدا فرنسا بالذات في مسألة التفريق بين المسلمين كشعب واحد، وأظلوا يثيرون نعرة الجنس البربري أو الأمازيغية واللغة الأمازيغية والأعراف والقوانين الأمازيغية. وهناك يقول هنا حاول ذلك في الجزائر والمغرب حين أعلنت فرنسا أن البربر من جنس أوروبي وليسوا عربا ولا مسلمين، وقصة الظهير البربري في المغرب مشهورة معروفة. حاولت أن أتحرى ما معنى الظهير البربري، فوجدت في الموسوعة الحرة بيقولوا الظهير البربري اسمه الأصلي الظهير المنظم لسير العدالة، الحكم بين الناس في المناطق ذات الأعراف البربرية والتي لا توجد بها محاكم شرعية، وهو قانون أصدره الاحتلال الفرنسي للمغرب ووقعه الملك محمد الخامس في مايو 1930. نص هذا الظهير على جعل سير العدالة في بعض مناطق القبائل الأمازيغية تحت سلطة محاكم عرفية تستند إلى قوانين وأعراف أمازيغية محلية وفق ما كان الأمر عليه قبل دخول الاستعمار. فيما تبقى المناطق المخزنية السلطانية
مثل فاس والرباط تحت سلطة قضاء الحكومة والسلطان يعني المغربي. طبعا الوطنيون المغاربة عارضوا هذا الظهير البربري واعتبروه وسيلة للتفرقة بين العرب أو المسلمين العرب وبين الأمازيغ، وقالوا إن هذا الظهير كان يقصد منه تحويل الأمازيغ إلى النصرانية، وأنه خطوة استعمارية للفصل بين العرب والأمازيغ في المغرب من أجل تفتيت المقاومة ضد الاستعمار يعني الفرنسي. يعني هو كان صورة من صور تطبيق فكرة فرق تسد، هذا باختصار ده فيما يتعلق بالظهير لتغذية النعرة بين الأمازيغ والتفريق بينهم وبين إخوانهم. في ظل الهيمنة الأمريكية الاستعمار الجديد وفي ظل الهزيمة المروعة ثقافيا وحضاريا أثيرت القضية مرة ثانية وبشكل أقوى وأسوأ. فعندما أثيرت في القرن الماضي كانت الأمة ما تزال بخير، فيها بقية من حياة، كان فيها علماء مثل ابن باديس، وابن باديس نفسه كان من أعرق الأسر البربرية. دلوقتي طبعا موجودة في صور قبيحة جدا في المغرب، في العراق عليها رحمة الله، لما قسموا بين العراق بين الأكراد وبين السنة وبين الشيعة. فالأكراد نفسهم، احنا في شخصيات مؤثرة جدا في التاريخ الإسلامي هم من الأكراد ليسوا عربا. يعني أول ما يقفز للذهن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، ابن كثير كردي، ابن تيمية كردي، عبد الباسط عبد الصمد أبوه كردي المقرئ المشهور. يعني يعني انتبهوا نحن نتيجة إهمال موضوع الرابطة العرقية هذه والذوبان في الرابطة الإسلامية أصبحنا لا نبالي بالأعراق، المهم أنه مسلم. الشيخ الأزهر العظيم الشيخ محمد الخضر الحسين كان تونسيا وهاجر إلى مصر وعين شيخ أزهر في وقت من الأوقات، كان شيخ الأزهر لما قامت الثورة، ثم استقال بعد ذلك لأسباب معينة. فالشاهد يعني فهذا كان في مقابل ما فيش تفرقة بين المسلمين على أساس العرق، يكفي العقيدة أنه مسلم، فيعني جنسيته الإسلام. فكان في الجزائر لما أثيرت القضية في بدايتها كان في مقاومة عالية جدا من الأمة لهذه النعرات القومية. مثلا موضوع البربرية والأمازيغية، من الذي تصدى لها؟ عبد الحميد ابن باديس العالم السلفي الكبير. ثورة الجزائر هي أساسا ثورة سلفية. فالإمام الكبير عبد الحميد ابن باديس كان من أعرق الأسر البربرية، ولكنه أعلنها صريحة واضحة: الجزائر عربية ودينها الإسلام. ماذا يكون البربر والأكراد والجركس، ماذا يكونون بغير الإسلام؟ لأي حضارة ينتسبون وبأي ثقافة يتغذون؟ لماذا يعتبرون أنفسهم أقلية وهم أكثرية بإسلامهم؟ وما يضرهم أن تكون اللغة العربية هي لغة العلم والثقافة، وهي لغة ارتضاها الله سبحانه وتعالى ليتنزل الوحي بها. وما الذي يوحدهم حتى بين بعضهم البعض غير الدين؟ وهل اللغة وحدها عامل توحيد وهي لم توحد الذين ينادون بالقومية العربية العنصرية؟ إن أي وحدة لا تمدها الوحدة الإيمانية فإنها تتحول إلى وثن يعبد من دون الله. وإن من يستخدم اللغة أو اللهجة المحلية لإقامة الحواجز والفوارق وإثارة الحمية الجاهلية فإنه يقوم بدور تخريبي لا يقل عن الدور الذي يقوم به الأعداء في الخارج. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدرك بفراسة النبوة مقدار الخطر حين تتفشى في الأمة هذه النعرات العنصرية أو اللغوية، ولذلك شدد على أن هذا نتن يجب على المسلمين أن يتركوه. إن ميزات وإبداعات الشعوب يجب أن تصب كلها لصالح الحضارة الإسلامية،
ولا بد أن تكون لهذه الحضارة لغة راقية. وهل هناك لغة أرقى من العربية؟ هذا فيما يتعلق بفكرة الربط بين العروبة والإسلام، سبق أن تكلمنا عليها بالتفصيل في محاضرات عن محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى.